أهلا بيكم، أنا منى الكردي وده بودكاست كركبة أفكار. البودكاست اللي بنرتب فيه أفكارنا ونفهم أكتر عن نفسنا. والحلقة دي بعنوان التحكم في العواطف. إزاي تتحكم في مشاعرك وعواطفك، وليه أصلا المفروض تتحكم فيها؟ كم مرة ضيعت اليوم من غير ما تحقق أي إنجازات بحجة إنه أصلا أنا مش في المود؟ كم مرة دخلت في دوامة إنك مكتئب عشان ما ذاكرتش حاجة النهاردة، وفي نفس الوقت مش بتذاكر عشان مكتئب؟ أو كنت قاعد مع صحابك ودخل حد كده رمى كلمة ضايقتك ففضلت طول القعدة ساكت ومتضايق وعايز تروح؟ كم مرة حسيت بعد ما الموقف معدى إنه لأ، أنا كان المفروض أتصرف بحكمة أكتر من كده، أو إنك انفعلت زيادة عن اللزوم أو اتحمست حتى زيادة عن اللزوم؟ ليه أصلا محتاج تتحكم في عواطفك؟ عايزاك تتخيل معايا دلوقتي إنك وأخيرا عندك مقابلة شغل في وظيفة أنت كان نفسك فيها من زمان، بعد ما تعبت واشتغلت على نفسك جامد عشان تاخد الفرصة دي. بس قبل الميعاد ب15 ساعة بدأت تحس إنك لأ، أنا مش جاهز. بدأت أفكار سلبية كتير تيجي في دماغك، ما يمكن ما يقبلونيش، أو هروح ألاقي ناس كتيرة أحسن مني هناك، أو هيسألني سؤال مش هعرف أجاوب عليه. والأفكار دي بدأت تكبر جوه دماغك، ودخلت في سكة أنا مش كفاية، أنا مش ناجح، وأنا معرفتش تنام طول الليل. صحيت الصبح شكلي حلو، لا حاسس إني مش لابس حلو النهاردة، مع إنك لابس حلو عادي، بس لا برضو. تعبان، مش نايم، دماغك ما فيهاش غير أفكار سلبية بتتزاحم علشان تثبت لك إنها صح. متخيل شكلك وقتها وأدائك هيكون عامل إزاي؟ طيب تخيل بقى لو العكس هو اللي حصل، واحد تاني ما تعبش نص التعب اللي انت تعبته وجات له نفس فرصة المقابلة اللي جاتلك، لكن قبل ميعاده ب15 ساعة كان بيجهز ورقه وبيجهز نفسه وبيرتب الكلام اللي هيقوله. هو قلقان جواه، لكن عارف يسيطر على قلقه، بالتالي عرف ينام كويس. صحي الصبح راح المقابلة كان واثق من نفسه، نايم كويس، واكل كويس، عارف انه لابس كويس. تفتكر كده مين اللي فيه احتمال اكبر انه يتقبل؟ انت لازم تتحكم في عواطفك لو عايز تحقق نجاحات اكتر، لو عايز تاخد قراراتك صح، لو عايز تجذب ليك علاقات صحية ما فيهاش اي نوع من التلاعب او الاستغلال. واول واهم خطوة في التحكم في مشاعرك هي انك اصلا تفهمها. ازاي هتتحكم في حاجة انت مش قادر تفهمها ولا قادر تحس بيها لما تبدأ تفلت منك وتحتاج تسيطر عليها؟ وهنا انا قلت تسيطر عليها مش تلغيها، لانه المشاعر جزء لا يتجزأ من طبيعة البشر، فطبيعي انك مش هتلغيها يعني. طيب اقولك على سر، مشاعر زي الغضب والخوف والحزن والغيرة كلها اصلا مشاعر مفيدة بشكل ما، يعني اكيد ربنا سبحانه وتعالى خلقها جوانا لسبب، لكن ضررها بيكون انه صعب تسيطر عليها، فبتفلت منك وتخليك تتصرف تصرفات عواقبها مش لطيفة. حتى المشاعر الإيجابية زي السعادة والحب والحماس لو معرفتش تسيطر عليهم صح برضو ممكن يضروك. طيب امتى تقول انه مشاعرك دي بتفلت منك؟ في شوية علامات ذهنية وجسدية كده بتعرفك انه لا، انت محتاج تكنترول مشاعرك. ممكن تبدأ تتوتر، تقلق، تعرق، ترتعش، مش عارف تاخد نفسك، خايف. السيناريو بيحصل كالتالي: بيحصل موقف ما فانت بتاخده على محمل شخصي، فبالتالي بيحفز جواك شعور معين. الشعور ده بتبدأ انك تتصرف على اساسه، فتتعصب، تتوتر، تقلق، تتحمس، تخاف، او ممكن حتى ما تقدرش تمسك دموعك وتعيط، وترجع تفكر وانت لوحدك: انا ليه اتصرفت كده؟ كان المفروض ارد اقول كذا او اتصرف بطريقة اهدى. يبقى لازم تفهم مشاعرك وتعرف ايه اللي بيحفز جواك تصرفات زي الغضب مثلا او الخوف، علشان لما هتعرفهم هتعرف تسيطر عليهم كويس. حاجة تانية ممكن تساعدك انك تتحكم في مشاعرك هي انك تفهم انك مش لازم دايما تكون صح. دخلت مرة في نقاش مع حد عزيز عليا، افتكر انه النقاش كان على طريقة نطق كلمة بالانجليزي، واشتد الخلاف على الموضوع لاني انا كنت مصممة انا صح، مستحيل اكون انا غلط. صممت على موقفي، احنا الاتنين الحقيقة صممنا. صوتنا بدأ يعلى وينفعل والأجواء بدأت تتوتر، لحد ما سكتنا لحظة واتفقنا انه نبحث عن نطق الصح للكلمة. وبغض النظر بقى مين اللي طلع صح، إلى انه لو عدنا المشهد تاني وغيرنا شوية في الأحداث كان ممكن الموضوع يكون أهدى من كده. يعني
لو كل واحد فينا خلى عنده مساحة تقبل انه مش دايما لازم يكون هو الصح، وانه ممكن ببساطة جدا يكون هو الغلطان، ما خدش الموضوع بزعل لما عرف انه هو فعلا غلطان، لو خد وقت يفهم هو اصلا متضايق ليه، يعني على مجرد نطق كلمة بالانجليزي، لو احنا الاتنين كنا فاهمين ده ساعتها ما كانش الموضوع ابدا كبر بالصورة دي. حتى لو انت مش موافق لرأي او تصرفات الشخص اللي قدامك، ادي نفسك وقت تفكر في كلامه وتسمعه وتبص للأمور من وجهة نظره هو مش لازم يكون صح، بس مش لازم برضو يكون غلط. كونك فاهم ده هيساعدك كتير تتحكم في عواطفك. الفكرة السلبية بتولد فكرة سلبية، وكتر الأفكار السلبية في دماغك بتخليك شخص هش. أي موقف ممكن يحفز جواك تصرفات انت مش حابب تعملها. انت مش مطلوب منك ابدا انك تكون شخص كامل من غير عيوب، او انك تكون احسن حد في الدنيا، لانه مفيش حد كامل، لكن مطلوب منك انك تحب نفسك وتقبل عيوبك. غير اللي تقدر عليه، بس تقبل اللي ما تقدرش تغيره. وصلنا كده لنهاية الحلقة، لكن قبل ما امشي احب اسمع منكم اكتر موقف اتمنيتوا لو كنتوا سيطرتوا على مشاعركم فيه. شكرا ليكم، دمتم دايما بخير.